من تشوف صديقك او اي شخص مخلي عطر قوي ويعجبك هذا العطر، تقول له شو اسمه ينطيك الاسم، بس لما تروح تشتريه وتجي ترشه تلقى لا ثبات لا فوحان. تريد تعرف شنو السبب؟ تابع الفيديو للنهايه. مرحبا، انا كرار من البصره. اذا كنت ما متابعني سوي لي متابعه حتى توصلك فيديوهاتي اول باول، ولا تنسى تسوي لايك وتعليق. طبعا هذا الشيء ما يضرك ولكن يحفزني ويدعمني. تعالوا خليني اقول لكم على سبب العطر، تعال وياي. هسه راح احكي لكم شنو السبب. طبعا اغلبكم يعرفون ولكن هذا الفيديو للي ما يعرفون. كل عطر يتميز بشركه، اذا خذيته من غير شركه راح تلقاه مو بالفوحان والثبات اللي يعجبك او المطلوب. مثلا عندك هاي عطر، هذا عطر سوفاج، صنعت شركه الانجليزيه وشركات الفرنسيه وشركات السويسريه وشركات الالمانيه، ولكن هذا العطر بيا شركه متميز بشركه لوزي السويسريه. هذا العطر متميز بشركه لوزي السويسريه السوفاج. اذا خذيته من غير لوزي راح تشوف لا ثبات ولا فوحان اللي يعجبك. مثلا عندك هذا عطر جذاب، وكذلك عندك جذاب اخضر متميز بشركه اسنس الفرنسيه. اذا خذيته من غير شركه ما راح تلاقي لا ثبات ولا فوحان، فاذا تريد لازم تاخذه من الشركه المتميز بيها. البعض من نحكينا على الشركات حسباله الشركات اللي تبيع العطر، لا، انا قصدي على الشركات اللي تصنع العطر. هنا تلقاها، شوف هاي الشيشه عندك، شوف هذا الشركه اس اف اي هاي فرنسيه، عندك مثلا هاي يسمونه بريشم، عندك هاي الانجليزيه بيبي اسانس. هذا قصدي بالشركات. اتمنى وصلت الفكره. وسؤال لكم، على هذا الجو الحار شنو العطر جاي تستخدم؟ وهل بي ثبات وفوحان لو بسرعه يطير؟ لان جو العراق نار نار. خلينا نشوف اجابتكم بالتعليقات. تحياتي لكم.